جالي طالب من الطلبة الجديدة وقال لي: يا مستر أنا ما بدأتش، مش هلحق أخلص. مستر الوضع صعب وأنا تقريبا ما فيش حاجة عارفها والدنيا والحكاية والرواية. قعدت اسمعه كتير بصراحة، سمعته بتاع حوالي 3 دقايق وهو يشتكي من ان لا ما بدأتش والظروف كانت متكعبلة وانا وضعي كان صعب ومضيع ببان وفي الفيزياء واخد بابين بس ومش عارف ايه وكنت كرهت الكيمياء وكنت وفي العربي. اما خلص قلت له: خلصت؟ قال لي: اه. قلت له: انت عايز ايه؟ عايز تشتكي وتلاقي حد بيسمعك بس، ولا عايز تبدأ بنصيحة تعمل بيها ولو عملت بيها تحل مشكلتك وتلحق؟ قال لي: بجد ممكن الحق؟ قلت له: طبعا ممكن تلحق. خد بالك ان كل حاجة في حياتنا بايدينا، ودايما في كده يقول لك في الامثال الصينيه: ان تمشي بطيئا خير من ان تقف تماما، واللي تمد احسن من اللي يمشي بطيء، واللي يجري احسن، وهكذا. بس في حاله احسن من حاله. طب انا دلوقتي يا مستر محمد مثلا عندي مشكله، انت او اي طالب وانا بكلمه دلوقتي وكان عندك ظرف، الحق اخلص؟ طبعا. لو ضغطت على نفسي شويه اقدر اعوض واعمل حاجات كتير جدا. كل حاجه بايدك، اللي فات يتعوض يتلحق. مجهود شويه، هي سنه تعب. محدش قال لك ان انت هتلاقيها سهله، محدش وانت داخل ثانويه عامه قال لك خد بالك انت هتلاقي نفسك بتدلع عشان لا، مفيش الكلام ده. انت داخل عارف ان هي سنه شقه، انا هشقى، انا هتعب. قول لنفسك كده، قول لنفسك: انا هتعب عشان ربنا يكرمني، انا هتعب عشان تعب ابويا وامي، انا هصلي وهدعي ربنا باللي انا عايزه. اصل الشيطان بيجي لي يقول لي: وانت بتصلي ربنا عارف ان انت مش بتصلي عشانه. ربك كريم قوي، ربك كريم قوي، اكبر من ان انت تبقى بتصلي عشان خاطر الموقف. هو عايزك تصلي، هو بيحوجك ليه بكل الطرق، عايزك صلي وادعي ربنا باللي انت عايزه وابدا وذاكر. ذاكر يا محترم، ذاكر وانت هتلاقي الدنيا اتغيرت معاك 180 درجة. ابدأ. ونصيحتي بقى وانت بتبدأ: ما تكترش مشاكلك، عالج مشكلة، فتت المشكلة تبقى حاجة صغيرة تعرف تعالجها. فهم ان انا عايزه يحط مشكلته الصغيرة يخلصها، فلما يخلص حتة هناخد حتة تانية. لكن انا لما هقعد اقول لنفسي مشاكل، عندي مشاكل وده ناقص وده ناقص وده ناقص، انت كترت مشاكلك فانت مش هتعرف تحل حاجة، هتبقى السلبية. بالعكس، انا فرحت جدا ان هو حلف لي انه هياخد خطوه. وكل واحد فيكم دلوقتي يقدر يحلف لنفسه، يدي لنفسه وعد، سواء ليا ويوعدني واحنا بعد كده نشوف الوعد ده اخر السنه. انا مستني وعدكم ان شاء الله اخر السنه. دكتور، مش مهندس، درجه نهائيه، انت مقفل. شوف الوعد اللي انت عايز توعدني بيه، شد حيلك كده ويلا بينا، ما تاخرش. كتير من الطلبه عندها حاله من الوهن والضعف، في حاله كده من التراجع، وبعض الناس محبطه وبعض الناس تحس ان المشوار طال عليها. طبعا يا جماعه انا مدرك تماما ان الايام عماله تمر عليك صراعا بسرعه، ده شيء انا يعني موقن منه، وده بيحصل معايا انا كمان. لان انا بص ما بصدق اروح اخلص الف ارجع اسافر القاهره ارجع تلاقي الاسبوع لف. حبيب قلبي، الموضوع محتاج منك حاجتين: اولا قرب الى الله سبحانه وتعالى، قرب لربنا شويه عشان ما تحسش بالخوف، عدم الطمانينه اللي الناس فيه ده يا جماعه. لان الناس صدقني في كتير من الاوقات بعيده عن ربنا، مش مقربه، وطول ما انت بعيد هتظل خايف. دي حاجه. الحاجه رقم 2: طول ما انت قريب من ربنا يا راجل يا طيب، ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. كفايه بس شعور الاطمئنان بقربك لربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك. ربنا قال كده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. ده انا مع بدايه كل باب يا راجل يا طيب. فاكر انت الجمله الشهيره: ابدا بقوه بنيه جديده. يعني ايه بنيه جديده؟ ان كان في تقصير في اللي فات، دع التقصير فيما مضى. القاعده دايما بقولها كده والله، ودي قاعده الواحد ماشي بيها نهج في حياته: كن محسنا فيما بقى، احسن دايما في اللي فاضل، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. ما تقوليش انا مكسل ابدا، ولا متاخر في ان انا ابدا، ولا مش واخد بالك. دي معناها ان في تقصير في شغلك. فاوعى الشيطان والصحبه السيئه للاسف تاخدك لاتجاه مش صحيح في التوقيت ده. لا يا جماعه، خليك على الطريق الصح، اكمل على طريقك. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينكم ويوفقكم وياخد بايديكم دايما يا جماعه الى سبيل الحق وطريق الرشاد. وباذن الله يا جماعه دايما والله العظيم يا ابني كن مع الله. يعني انت وانت ماشي خليك قريب من ربنا، صدقني لا شيطان هيعرف ياخدك ولا صحبه سيئه. لانك خد بالك كل ما هتروح معاهم لا هتلاقي نفسك بترجع لطريق الحق. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، مش هيضيعك. هو ده المطلوب منك. وباذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يثبت دايما على الحق خطاكم. اشوفكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا والله بص امبارح كنت مع بنتي في البيت ما شاء الله عليها. فبص حاله بقى من الاحباط، عياط. ايه يا بابا في ايه؟ والله يا بابا انا مش عايز اذاكر، انا اتخنقت، انا مش قادره، انا مش قادر ابذل المجهود اللي كنت ببذله قبل كده. وهي بص اصغر منكم ما بتتعرضش للضغط الكبير اللي انتوا بتتعرضوا له. وشفت حاله كده غريبه، الا ان احنا لما قعدنا واتكلمنا البنت فعلا اقتنعت بايه بقى؟ ان اللي داخل لي ده يا جماعه مبررات الشيطان بيحاول يوصلها لي. يقول
يقول لي بص هقول لك على حاجه، طب وانت يعني لو اشتغلت واتخرجت ما انت شايف الدنيا عامله ازاي، مش هتكون حاجه. فيبدا يثبطني ويقول لي طب ما خلاص يمينها زي شمالها، وبما ان ده زي ده فخلاص. انا اقول لك يا ابني ده كلام ووسوسه شيطان والله العظيم مش حقيقه. ربنا يقول لك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وانت تقول لي لا يستويان. لا والله لا يستويان. فلما قعدت مع البنت واتكلمت يعني بص هي فهمت واستوعبت ان لا مش هنكون زي بعض، مش هنكون زي بعض، مش ممكن يا جماعه. احنا عارفين ان انتم مثقلين يعني باحمال كبيره جدا وكمات كبيره جدا من الشغل، الا ان احنا في الاخر لا يسعنا غير ان احنا نكون جنبكم، نحاول نخفف عنكم بكلمه طيبه، لان احنا عارفين ان الوقت حرج وان انتم متوترين وقلقانين. احنا بس هنقول لك ان انت قدر استطاعتك، مش هقول لك بص عشان برضو ابقى انا فعلا بقول كلام واقعي. قدر استطاعتك حاول تبقى مركز قوي، حاول تبقى اكتر قرب لربنا، هتلاقي نفسك مطمن. فربنا يقول لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي هدفك واضح، كل ما كان هدفك واضح وعندك يقين بربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك ومش هيضيعك. ومش بعد كل التعب ده ربنا سبحانه وتعالى هيقوم يجعل عملك ده هباء منصورا باذن الله. لا، يكون عملك خالص لوجه ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يبارك لك فيه ويرزقك التوفيق ان شاء الله.